بنقابل ناس كتير في حياتنا، بنقول الشخص ده عنده كفاءة، الشخص ده ما عندوش حنية كده لحد، ليه الشخص ده كان طيب قوي، ليه تحول كده وبقى غليظ القلب او بقى قلبه كده. ما عندوش اي رأفة باللي قدامه، ما بقاش يساعد اللي قدامه، ما بقاش يهتم بمشاكل اللي قدامه، ما بقاش كمان حنين على اللي قدامه بالدرجة اللي هو كان حنين عليها زمان. ما بقاش بتفرق مع حد لو وجود حد ولا عدم وجوده. الشخص ده وصل للمرحلة دي مش عشان هو وحش ولا عشان هو يعني عايز يكون كده، ده وصل لها نتيجة التراكمات، تراكمات من كل الأفعال بتاعت الناس وكل المواقف اللي حصلت في حياته، تراكمات نتيجة الضغوط اللي كان بيحوشها جواه، بقت تعلى 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 تعلى، وصلت لان وجود الناس في حياته ما بقاش يفرق. والله موجودين اهلا وسهلا، مش موجودين مع الف سلامة. هتلاقيه بقى بيكتفي في نفسه في كل حاجة. الجفا ده مجاش بالصدفة، الجفا ده جه عن طريق ان هو اتخذل مرة واتنين وتلاتة واربعة، لما كان محتاج للناس في وقت شدته ملقاش حد حواليه، لقى نفسه واقف لوحده، فابتدى يعدي كل المصاعب لوحده. ولما ابتدى يعدي كل المصاعب لوحده هو اتعود على كده، فما بقاش يفرق معاه وجود حد، بقى ما بيهتمش بسؤال حد عليه، لان هو في حين لما كان محتاج مريض او تعبان او عنده مشكلة او عنده ايا كان اي حاجة ومحتاج لسؤال الناس عليه، ما لقاش سؤال حد عليه، فهتلاقيه ما بقاش بيفرق معاه سؤال حد عليه. كان في بعض الأوقات يبقى محتاج الناس ويلاقي نفسه مش مرغوب فيه، فابتدى ياخد جنب وهو عنده خذلان من الناس، وهو متضايق وهو مخنوق، لان هو حاسس انه ما عملش حاجة تضر الناس دي او تيجي على الناس دي، فبالتالي ابتدى يحطها جوه نفسه، ولكن ما حطهاش جوه نفسه وعداها، لا ده اتراكمت عليها حاجات كتير قوي. ابتدى لما يحصل مواقف من حد وهو مستني ان الحد ده يكون رد فعله كويس، ويلاقي برد فعل الإساءة، فما بقاش عنده ثقة ان اللي قدامه ممكن يردله الخير اللي هو عمله فيه بخير زيه، من كتر ما هو عمل ورد الفعل كان يا اما بنكران الجميل يا اما بان كأنك ما عملتليش حاجة، واول غلطة هتغلطها هقولك مع السلامة، انت ما تفرقش معايا، فما بقاش هو كمان يفرق مع حد. اما كان بيبقى فرحان وسعيد ويروح لأي حد يحكيله ويقوله انا فرحان انا سعيد انا كان بيقابل فرحته بخزل من اللي قدامه، يا اما حسده على اللي هو فيه، يا اما مستكتر عليه وده برضو حسد، يا اما بيلاقي رد فعل ان ايه يعني انت ما وصلتش لحاجة كبيرة يعني، ويبتدي يستهزأ بيه. كل ده اتراكم فوق بعضه لغاية ما خلى شخصية عندها جفاء. فما تلومش الشخصية دي على ان هي وحشة، هي مش وحشة، هي عندها ذرة طيبة من جواها، عندها كمان حاجات كتير هي جواها بس خايفة تطلعها للي قدامها عشان خاطر قبلت الحلم كل شيء وحش. فلما تعامل شخصية زي دي اعرف اللي هي تعرضت كتير قوي المواقف وحشة، وتعرضت كتير قوي الناس وحشة، ناس قلت منها، ناس عملت معاها كل شيء وحش،
فما تلومهاش على اللي هي فيه، بل بالعكس، يا تراضيها وتيجي معاها وتحسسها بالامان، هتلاقيها هي كمان ابتدت تلين معاك، يا اما تبعد عنها. وده مش هيفرق معاها كتير، لان هي ما بقاش يفرق معاها وجود الناس من عدم.